السلام عليكم الإخوان والأخوات، كلشي بخير لاباس عليكم؟ الحمد لله. شوفوا في هاد الناس وقول لي شنو بان لكم. هادو مواطنين أمريكيين دايرين مظاهرة في أمريكا، لابسين الطرابش ديال المغرب وهازين الأعلام ديال المغرب، ويدعون أنهم هما المغاربة الحقيقيين وأننا حنا مجرد نصابة خدينا لهم بلاصتهم في شمال أفريقيا. هذه قصة غريبة شوية، عندها علاقة بتاريخ إمبراطورية المغرب. هاد الناس اللي سميتهم ذا أمريكان موريش ولا الموريش الأمريكيين، الموريين الأمريكيين، عندهم معتقد ودين مبني كامل على قانون أمريكي صادر هذه 250 سنة يخص رعايا إمبراطور المغرب، بناء على قانون أمريكي كيعطي استثناء ونوع من الحصانة للمغاربة رعايا إمبراطور المغرب. هاد الناس خدوه وبنوا به دين ومعتقد. حنا غنشوفوا علاقة هاد الناس بإمبراطورية المغرب وشنو هو هاد القانون وسبب النزول ديالو وشنو مكتوب فيه، ونعرفوا راسنا واش حنا اللي مغاربة حقيقيين ولا حنا مجرد مجموعة ديال النصابة وخدينا لهاد الناس بلاصتهم هنايا في المغرب. بقى معايا وغتفهم. باش نفهموا علاقة إمبراطور المغرب بالقوانين الأمريكية، نبداو القصة من الأول ديالها. 1492 اكتشاف أمريكا، وبالمناسبة حتى هذاك من الأغلاط التاريخية لأن كريستوف كولومبوس لم يكتشف أمريكا. كريستوف كولومبوس اكتشف جزر الكاريبي، واللي اكتشف أمريكا فعليا وفهم بأنها قارة ودار لها خريطة وعطاها الاسم ديالو هو أمريكو فيسبوتشي. تكتشف أمريكا سميتها أمريكا، اسم المستكشف الإيطالي أمريكو فيسبوتشي. من هذاك التاريخ بدا الأوروبيين يستقرون في أمريكا. أمريكا قارة ضخمة جدا، ما يمكنش شوية ديال الأوروبيين يستغلوها، فاضطروا لجلب العبيد. علاش العبيد؟ لأن العبيد في هذاك الوقت بالنسبة لهم هما اللي ماشيين، هما الآلات. الفلاحة بالعبيد، التجارة بالعبيد، النقل بالعبيد، استغلال المناجم بالعبيد. العبيد كانوا هما المحرك الذي بنى أمريكا. تم جلب ملايين العبيد من أفريقيا إلى أمريكا. حتى القوانين كانت هناك قوانين صارمة وظالمة جدا ديال العبودية، أكثر من داكشي اللي كتشوفوا في الأفلام. سنة 1739 في ولاية ساوث كارولاينا ولا كارولاينا الجنوبية قامت ثورة للعبيد ضد البيض. هذه الثورة أسفرت عن مجزرة بكل المعنى ديال الكلمة، مات آلاف العبيد وتم سن قوانين جديدة أكثر صرامة من القوانين اللي قبل منها. 1740 قانون سميتو ذا نيغرو أكت، قانون السود. هذا القانون هذا إلى قريتيه تبدا تبكي. العبيد يعتبرون ملكية خاصة، يباعون ويشترون وعندهم ثمن على حسب السن ديالو، واش راجل واش مرا واش دري صغير، كل حاجه داير لها باريم وداير لها الثمن ديالها. محاوله الهرب عقوبتها الاعدام. اي عبد تزاد عنده ولد ولا بنت يعتبر مباشره في ملكيه سيده. ممنوع على العبيد امتلاك اي شيء بما فيهم الحوايج اللي فوق ظهره ماشي ملكيه ديالو. محاوله التجاره، الا حاول يدبر على شي حاجه بغى غير يعاود فيها البيع باش يلقى ما ياكل، العقوبه ديالها الجلد. محاوله تعلم القراءه والكتابه، العقوبه ديالها قطع الاذن، الى اخره. قوانين مجحفة جدا. هذا سميتو ذا نيغرو أكت، طبق ابتداء من سنة 1740. 1776 استقلال أمريكا عن بريطانيا. 1777 المغرب أول دولة تعترف باستقلال أمريكا. 1786 إمضاء أول اتفاقية خارجية للأمريكيين كانت مع المغرب، اتفاقية سلام وصداقة وتجارة. الديباجة ديال هذه الاتفاقية هي هذه الفوق الختم السلطاني. الحمد لله هذا تقييد شروط الصلح التي جعلنا مع الماريكانوس، واتيناها هذا الدفتر ووضعنا عليها طابعنا لتبقى مستمرة إن شاء الله، وكتب بحضرة مراكش في 25 من شعبان المبارك إلى آخره. هذه الاتفاقية عندها عدة بنود، إلا بغيتو نديرو لها فيديو خاص، تتعلق بالصداقة ما بين البلدين، تبادل السفراء، حماية السفن، التجارة الحرة. وبالمناسبة هذا الاتفاق ديال التجارة الحرة لا زال سليم المفعول إلى اليوم، وحماية المواطنين الأمريكيين في المغرب، وحماية المواطنين المغاربة في أمريكا، إلى آخره من الشروط. سنة 1790، 4 سنين من بعد إمضاء هذه الاتفاقية، 4 ديال المواطنين المغاربة ومعهم عيالاتهم في ولاية كارولاينا الجنوبية. التاريخ يذكر أنهم كانوا تجار كيتساراو في الزنقة. الأمريكيين البيضين شافوهم كيفاش قضيتهم هادو ما عندهم سناسل، ما هذا اللون ديالهم سمر وليسوا عبيد مني منك. أودي راه حنايا مواطنين مغاربة، لا علاقة لنا بهذا الشيء ديالكم، لا ما كاين لا مغاربة لا والو، بما أنك أسمر يطبق عليك قانون العبوديه. ناس جايين يبيعوا ويشريوا في ميريكان، شويه غير قلاصو دايرين ليه سلسله وجارين شي بلاصه يزرع الذره ولا يزرع القطن في ساوث كارولاينا. مني منك وصل عند القاضي، ففي المحكمه عرفوا يتصرفوا، شرحوا للقاضي انهم مواطنين مغاربه وان هناك معاهده ما بين المغرب وامريكا لحمايه المواطنين المغاربه في امريكا والامريكيين في المغرب. فالقاضي طلب نص المعاهده باش يقرا ويعرف علاش يبني الحكم ديالو.
القاضي لقى راسو امام اشكاليه قانونيه، واش غيطبق عليهم القانون الامريكي ولا غيطبق عليهم القانون ديال السود، ولا هاد الناس فعلا عندهم حصانه. هو ما عندوش قانون باش يحكم، فطلب استشاره من برلمان كارولاينا الجنوبيه. البرلمان انعقد، هذا الارشيف ديال البرلمان ديال كارولاينا الجنوبيه ديال هذيك الجلسه اللي ناقشت هذه القضيه ديال هاد 4 ديال المغاربه هادو اش غيديروا معاهم. فبعد النقاش ما بين البرلمانيين واحضروا نص هذيك الاتفاقيه ما بين المغرب وامريكا وقراوا الفصول ديالها، اصدروا القانون التالي. هذا القانون سميتو ذا موز ساندري اكت 1790. بالنص: لقد نظرت اللجنه في الالتماس المقدم من الموريين الاحرار الغايه امبراطور المغرب امبراطور المغرب المقيمين في ولايه كارولاينا الجنوبيه، وترى ان اي قانون في هذه الولايه لا يمكن في تفسيره أو تطبيقه أن ينطبق عليهم، وأن الأشخاص الذين هم رعايا أحرار لإمبراطور المغرب ليسوا خاضعين للقانون الخاص بتنظيم وإدارة الزنوج والعبيد الآخرين قانون 1740. ويوافق مجلس النواب على هذا التقرير، بمعنى المغاربة بما أنهم رعايا إمبراطور المغرب فهم أحرار ولا يطبق عليهم هذا القانون الأمريكي. قانون خاص موجود حاليا في الارشيف ديال برلمان كارولاينا الجنوبيه يقول نصا ان رعايا امبراطور المغرب لا تطبق عليهم القوانين الامريكيه، وانهم مواطنين احرار، وانهم تحت حمايه هذه الاتفاقيه عندهم حصانه. نعود لما يهمنا. قوانين الميز العنصري قد سارية في أمريكا إلى غاية سنة 1960. الذي ألغى قوانين الميز العنصري في أمريكا هو الرئيس جون فيتجيرالد كينيدي، خصوصا في الولايات الجنوبية. إلى مشيتي سنة 1950 لتكساس ولا الألاباما غتلقى مدارس ديال البيض ومدارس ديال السود، مقاهي ديال البيض ومقاهي ديال السود، حافلات النقل مقسومة على جوج، البيض كيركبوا القدام والسود كيركبوا اللور. حتى لي طواليت حاشاكم كانوا مقسومين، كاين لي طواليت ديال البشره ديالو بيضاء ولي طواليت ديال البشره ديالو سوداء الى اخره من الميز العنصري. في الستينات كانت غتكون حرب اهليه في امريكا، وكانت حركه ديال المجتمع المدني ومظاهرات ادت الى الغاء هذه القوانين على المستوى الفيدرالي، وما بقاش الميز العنصري في امريكا. حوالي سنه 1920 كان هناك شخص اسمه الحقيقي تيموثي درو. هذا الشخص بحال جميع الامريكيين ذوي البشره السوداء كان يعاني من الميز العنصري، فاكتشف بالصدفة هذا القانون المتعلق بالمغاربة في أمريكا. فجاته الفكرة لماذا لا يدعي هو أيضا أنه من الموريين الأمريكيين، وبناء عليه لا يطبق عليه قوانين الميز العنصري. من هذه الفكرة البسيطة بدأ في نشرها، وتجمعت حوله مجموعة، في الأول عشرات، شوية مئات، شوية ألوف، حتى أصبحت حركة سياسية. هذا الشخص بدل حتى الاسم ديالو، من تيموثي سمى راسو نوبل علي. نوبل كيقصد بها الشريف، الشريف علي درو. وادعى شيء يشبه النبوة، وألف كتاب حتى شوية من القرآن، شوية من الإنجيل، شوية من التعاليم ديال البوذية والهندوسية، وكتب كتاب ما يشبه قرآن إنجيل، سموه كيف ما بغيتو. بناء عليه جميع الأتباع ديالو كيطبقوا ديك التعاليم. ملخص هذاك الكتاب أن هاد الناس هادو هما المغاربة الحقيقيين، ولا الأمريكان موريش هما المغاربة الحقيقيين، وأنهم هاجروا من المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل من الأوروبيين، وأنهم السكان الأصليين لأمريكا حتى هي. ومنين هما هاجروا من المغرب، حنا المغاربة جينا هنايا وخدينا بلايصهم. أما المغاربة الحقيقيين في المعتقد ديالهم هما الأمريكان موريش، ومشاو بعيد في هذه الأفكار ديالهم لدرجة أنهم لا يعترفون بالقوانين الأمريكية كلها، ولا يعترفون بالميز العنصري، ويعتبرون الأمريكيين مستوطنين في أمريكا جو خداو لهم بلاصتهم. عندهم اللباس ديالهم خاص، عندهم كنائس ديالهم خاصة، حتى لي باسبور خرجوا الباسبورات ديالهم، قال لكم لا يعترفون بالهويه الامريكيه وطبعوا الباسبورات ديالهم. طبعا الباسبور لا احد يعترف به ولا يمكن السفر به، ولكن هما كيعتبروا هذا هو الهويه ولا بطاقه الهويه ديالهم. هذا الشريف تيموثي علي درو توفي سنه 1929، ومن بعد منه جاو ناس اللي اخذوا المشعل ووصلوا الى يومنا هذا. هذه الحركه هذه ولا زالوا الى اليوم في امريكا بعشرات الالاف. مره كيخرجوا يديروا مظاهرات، اللبس ديالهم هو هذا، والشعار ديالهم هو داك الطربوش المغربي فوق راسهم. هاد الديانه بين قوسين مبنيه كلها على هذاك القانون اللي شفنا قبيله ديال ساوث
كارولاينا، والتي تعتبر أن المواطنين المغاربة رعايا إمبراطور المغرب لا تطبق عليهم القوانين الأمريكية. ربما الشيء غيجيكم غريب، خصكم تعرفوا بأن في جميع المعاهدات التي أبرمها ملوك المغرب أول بند كانت تكتب هو حماية رعايا جلالته أي دولة. يكفي تقول أنك مغربي بحال هاز معك باسبور دبلوماسي، عندك حماية. في ختام هذا الفيديوهات أنا أتفهم أن الناس من العالم الآخر عندهم مشكلة مع كلمة إمبراطور وإمبراطورية. أولا ما تعرفوهاش، ما عاشوهاش، وحتى نهار عاشوها كانوا مجرد عبيد في الإمبراطورية العثمانية. دوك حتى كلمة إمبراطورية عندهم في المعتقد ديالهم كتساوي 350 عام ديال العبودية. ما يحز في قلبي أن بعض المغاربة عندهم مشكلة مع هذه الكلمة هذه، وانتش كتخربق ومن جبتينا هذه الإمبراطورية وحنا ما بلاد ما والو إلى آخره. صديقي العزيز، برلمان ساوث كارولاينا ولا كارولاينا الجنوبية راه مازال حال، يمكن لك تطالع على الوثائق بعينيك. أنا غنعطيك ما هو أحسن. سنة 1786 هذه الاتفاقية اللي ناضل هذا الفيلم كله بعد التوقيع ديالها الرئيس توماس جيفرسون خصو يخبر الكونغرس الأمريكي لأنها اتفاقية دولية وخاصها موافقة الكونغرس. هذه اللي قدام عينيك رسالة خطية بخط اليد ديال الرئيس توماس جيفرسون مرسلة إلى الكونغرس الأمريكي يخبرهم بالاتفاقية. يا معشر الكونغرس ما تسمعوا غير أخبار الخير، راه وقعنا واحد الاتفاقية. شوف بخط يده شنو كاتب مع من موقع الاتفاقية: The Emperor of Morocco، إمبراطور المغرب. ربما وقع توماس جيفرسون هو كان من العياشة. هذه الوثيقة محفوظة في واحد القسم خاص في الكونغرس الأمريكي سميتو أرشيف الآباء المؤسسين. الرؤساء الأولين ديال أمريكا عندهم أرشيف خاص. هنا مع هذه الوثيقة هذه إلا قلبتي شوية حداها غتلقى وثيقة استقلال أمريكا، وغتلقى الوثيقة الأصلية ديال الدستور الأمريكي محطوطين حداها. إلا قريتيها راه مكتوب فيها الفوق The Emperor of Morocco. ما عجباتكش ما عندي ما ندير لك، ووجد راسك. مازال غادي نوري لك هذه الكلمه ديال الامبراطوريه ان شاء الله كيف ما شفناها من فرنسا ومن بريطانيا، مازال غادي نوريها لك من المانيا، من اسبانيا، من هولندا، من الدنمارك، من السويد، وحتى من مكتبه الفاتيكان. غادي نوري لك الفاتيكان البابا كيف كان يخاطب حكام المغرب. هذا جهدنا والله غالب. بارطاجي بارطاجي بارطاجي. الله يرحم لكم الوالدين، واللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها. خلينا نعرفوا المغاربه كيف ما كنعرفوهم بالايام السوداء ديال الاستعمار وديال الحمايه وديال المحميين الى اخره، نعرفوهم بالايام الزاهره ديال تاريخنا المجيد. ونهار كنا امبراطوريه فقط ذكر انك من رعايا صاحب الجلاله امبراطور المغرب القوانين الامريكيه كلها كتبدل على ودك. هذا جهدنا والله غالب. تبارك الله عليكم، خليتكم على خير.